السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل بط مكمورة. دي اكلة تقليدية عندنا في ابو سكين وفي الارياف عندنا. معايا هنا حلة حطيتها على البوتاجاز تسخن جامد، ومعايا حوالي 18 بصلة كبيرة لان معايا بطة كبيرة ما شاء الله. هنا فرمتهم فرم خشن مش فرم ناعم. واهم خطوة ان الحلة تكون سخنة عشان البصل يبدأ ان هو يتشرق، السوائل اللي فيه تبدأ تنشف هنا بدون اي اضافات. طبعا لان البصل عندي هنا كان فيه كمية مية كتيرة فاخد وقت ومجهود كتير علشان ينشف. اهم حاجة في الوصفة ان احنا نفضل نقلب فيها البصل ما يتحرقش، يتحمر لكن ما يتحرقش لغاية ما نوصل للون البني. بعد كده بنبدأ نضيف له بقى الاضافات اللي احنا محتاجينها. هنا هبدأ اضيف له حوالي ربع كوباية من الزيت. الوصفة كلها هيبقى فيها حوالي نص كوباية زيت. هنا بدأت اضيف حوالي ربع كوباية. لو البصل بيكون ناشف مش بنستعمل كمية الزيت دي كلها، لكن لان البصل لسه اخضر او فيه كمية من المية مش ناشف فبياخد وقت كتير معانا. هنا بنبدأ نقلب. بعد كده هنجيب رشة من الفلفل الاسود ونقلبه. كل ده على نار عالية. بعد كده معايا معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كزبرة، ونص معلقة صغيرة كمون، وبنبدأ نخلط المكونات. هنا البصل كان برضو لسه فيه كمية من المية، فعلشان اضمن ان هو يسرع معايا ضفت له معلقة صغيرة من السكر عشان يتكرمل ويديني اللون اللي انا محتاجاه بدون مجهود يعني. دي مش هتأثر معانا في الوصفة في حاجة، لكن الوصفة التقليدية زمان ما كناش بنضيف فيها سكر. نبدأ نقلب. هنا بناخد كمية بعد كده لما البصل بيستوي. هنا برضو لسه محتاجة كمية من الزيت، ببدأ ازود براحتي حسب ما انا شايفة، لان الوصفة دي تقريبية في الزيت وفي البصل. الزيت والبصل وصفة تقريبية لحد ما بنبدأ ناخد اللون البني. بعد كده بناخد كمية منها وبنبدأ نضيف له مجموعة من التوابل. ضفت لها زبيب وجوز هند وسوداني مجروش. طبعا سوداني مجروش عشان يكون طعمه حلو والاطفال تعرف تاكل منه. هنا ببدأ اتبل البطة بفلفل اسود وحبهان بودر وقرفة بودر. طبعا الحبهان البودر استعملته في الوصفة، ما استعملتش حبهان حصى عشان برضو الاطفال. هنا هبدأ اتبلها حلو. طبعا انا اخدت الكمية بتاعة البصل قسمتها 3 جزء، ضفت له المكسرات وجزء سبته في الحلة وجزء اخدته معايا بره الحلة عشان ده هنسويه لوحده على الرز بعد كده. كده تبلتها. ببدأ احشي. طبعا هنا الحشو المفروض تبرد، هي كده مش باردة قوي بس المفروض ان هي تبرد شوية، وبنبدأ نحشي بيها البطة. طبعا الحشو بيكون داخل البطة مش تحت الجلد، وبنبدأ نقفلها بعد كده بالأعواد الخشبية. اهم حاجة في الخطوة دي ان هي تتقفل تقفيل حلو. انا شفت ان الاعواد الخشبية هنا هتحل الموضوع فكانت جميلة ما شاء الله يعني. ده كمية من البصل خلاص اتحشت، هنبدأ نقفلها. الأكلة دي زمان عندنا في البلد كانوا بيسموها أكلة العيلة أو اللمة، دايما البيوت الكبيرة هي اللي كانت بتعملها. في وصفة قريبة منها إن شاء الله تنزل في فيديو تاني، سهلة وبسيطة، هي ممكن تتعمل بفراخ على فكرة. وفي وصفة تانية هتتعمل إن شاء الله في فيديو تاني هتنزل لكم، دي للناس اللي حابة تعملها حاجة سريعة.
لو حد ما عندوش امكانيه ان هو يشتري بط او مش حابب ينفذها بالبط، بتتنفذ بسمان بفراخ عادي يعني، بس بنعملها بطريقه اسهل منها. دي كميه البصل التانية اللي انا اخدتها، دي هسويها فوق الرز بعد الرز ما يتشرب. هنا الحله هبدا اضيف لها شويه صغيرين من الزيت وهسخنها جامد. البصل ده هو اللي هيعمل لي الرز. هبدا احط البطه وهشوحها على جميع الاتجاهات. اهم خطوه التشويح، تتشوح تشويح جامد. هنا بنضيف ورق اللورا وباقي الفلفل الاسود، الحبهان البودر والقرفه البودر. هنا بنضيف ميه مغليه بعد ما شوحناها تشويح كويس. بنضيف ميه مغليه. اجمل حاجه في الوصفه دي ان هي تتعمل في الحلال الالومنيوم، عشان كده انا عملتها نفذتها في الحلال الالومنيوم. نصنع ذكريات مع الولاد يعني. لكن ممكن اللي مش حابب يعملها في حلة الألمونيا يعملها في أي حلة تاني. هنا بنزود مقدار المية اللي يغطيها، وبعد كده بنزود معلقة ملح، ولو احتاجت بعد كده ملح بنزود، بس مع كمية الرز بقى. هنا بنسيبها تستوي، وبعد ما بتستوي بناخد كمية من المية دي بنخرجها ونزود الرز على قد اللي احنا محتاجينه. هنا وهي في مراحل التسوية وبنغطي عليها ونسيبها. هنا بدأت تستوي بنشيلها. هنا زودت الملح في الخطوة دي. بعد كده بنزود الرز على حسب المقدار او حسب الاسرة. هنا هبدأ ازود الرز. هنا الرز بيتشرب طبعا عشان نضمن التسوية. بنشيل كمية من المية ونظبط عليها الرز لغاية ما يستوي. بنقدمه بالشكل ده. طبعا عشان بنصنع ذكريات مع الولاد فما قدرتش ان انا اقدمها معاكم في الفيديو. كل سنة وحضراتكم طيبين، وسبتها للولاد هم اللي يقدموها مع نفسهم في الاكل مع نفسهم. كل سنة وحضراتكم بخير، يا رب دايما متجمعين في الخير وعلى خير، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.